السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراجل كل ما يتكلم يقول من السنة التعدد. طيب هو من السنة التعدد ما قلناش حاجة، بس أنت بقى عارف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وكان بيعامل زوجاته إزاي؟ تعالَ بقى شوف أنت بتنفذ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مع مراتك والّا لأ؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان في خدمة نفسه وفي خدمة أهل بيته، بتساعد مراتك في شغل البيت والّا ده شغل الست وده هيقلل من رجولتي؟ رغم إنه ما يقللش من الرجولة، ده الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيخدم نفسه وكان بيخدم أهل بيته. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيصرح لزوجاته بالحب، ولما اتسأل صلى الله عليه وسلم مين أحب الناس إليك؟ قال عائشة. أنت بقى بتقول لمراتك كلام حلو بقى وبتصرح لها بحبك ليها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقبل زوجاته قبل ما يخرج من البيت حتى وهو صائم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيهتم قوي إذا كانها زعلانة ولا مش زعلانة، وكان بيقول للسيدة عائشة إن هو بيبقى عارف إمتى بتكون راضية عنه وإمتى غضبانة. أنت بيفرق معاك بقى إذا كان مراتك راضية عنك أو زعلانة منك أو في حاجة مضايقاها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانت زوجة من زوجاته بتتعب كان بيحط إيديه على موضع التعب ويدعي لها. هل أنت بتعمل كده ومراتك تعبانة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان 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 بيحث الأزواج على إن هم يداعبوا زوجاتهم ويضحكوهم، مش قاعد طول الوقت كئيب وزعلان في البيت. الرسول عليه الصلاة والسلام كان دايمًا بيلف على زوجاته ويطمن عليهم، بتطمن على مراتك كل فترة وتسأل عليها وأنت خارج البيت. صلوا بقى على محمد، ولو عايزين تسمعوا الحلقة كلها لو على الفيسبوك هتلاقوها في التعليقات، ولو على اليوتيوب هتلاقوها على القناة وفي ربط ما بينهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.